الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ببساطة مهمة اليوم. والنهاردة هنتكلم عن دي مهمتك النهاردة. فكر في غيرك، فكر في اللي حواليك، فكر في عيلتك، فكر في إدارتك، فكر في زمايلك في المدرسة. بلاش نفسي دي. احنا للأسف عايشين في زمن اللي هو عيش نادل تموت مستور، وخليك في نفسك وفي حالك واقفل بابك عليك. زمان واحنا صغيرين كنا بنلعب لعبة الكراسي الموسيقية، فكنا بنحط مثلا 7 كراسي واحنا بنبقى 8 أطفال، ونقعد نلف حوالين الدايرة دي. أول ما الموسيقى تقفل كل واحد فينا يحاول يدور على كرسي بسرعة وطز في الباقي. اليابان عملوا تعديل على اللعبة دي وخلوها 8 كراسي ل8 أطفال، عشان يتعلموا ان هم لازم كلهم يطلعوا كسبانين. فتعلموا ان يفكروا في الفريق بتاعهم، يفكروا في بلدهم، يفكروا في عمارتهم، يفكروا في الحي بتاعهم. وبلاش نفسي. واحد بيرمي الزبالة في اي مكان، بيعمل على مزاجه على اساس طز في الباقي. المهم انا اكون عايش مبسوط ومستريح وطز في الباقي. مهاتير محمد طبعا رئيس الوزراء المعروف لماليزيا، قبل ما يمسك رئاسة الوزراء كان في مؤتمر مع مدرسين، وعمل تجربة جميلة قوي. جاب 10 مدرسين وربط في كل رجل واحد فيهم بالونة، وقال يا جماعة أنا همسك على ستوب ووتش دقيقة. بعد الدقيقة دي اللي لسه بالونته لسه سليمة هياخد يعني جايزة. اللي حصل إن أول ما داس على الصفارة يعني كل واحد فكر إنه يبوظ بالونة التاني. بعد ما الدقيقة خلصت قال انتوا كنتوا ممكن كلكم تكسبوا، انا قلت اللي هيحافظ على بالونته سليمه. كنتوا ممكن كلكم تتفقوا ان محدش يتعرض للتاني. احنا للاسف ساعات كتير بنفكر بالمنطق ده، نفسي وطز في الباقي، والمهم انا اللي اكسب. الصحابه ما كانوش كده. الحق سبحانه وتعالى قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. واعظم مثل حصل في التاريخ لما المهاجرين هاجروا الى المدينه، وحصل المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، لدرجه ان الانصار كان يمسك الرجل من الانصار كان يقول لاخوه خد نص مالي وخد بيتي او نص بيتي. شوف الى اي مدى كان الاخوه والايثار، وان مش مهم نفسي. عشان كده المجتمع ده يعني نجح، وعشان كده نجحوا سوا. عايزين مهمتك النهارده انك تنشر الوعي ده. مش نفسي، لا، انا هفكر في غيري، هفكر في الفقراء اللي حواليني، هفكر في الحي بتاعي، هفكر في بلدي، هفكر في ادارتي. بلاش نفسي واقفل الباب عليا وطز في الباقي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك. السلام عليكم.